ريحة الفم الكريهة في رمضان مش سببها الصيام. ريحة فم الصائم في الواقع مش وحشة، بالعكس سبب رائحة الفم الكريهة هي تكسير البكتيريا للأكل في بقك. فمع الصيام وقلة الأكل رائحة الفم الكريهة المفروض هي كمان تقل. لكن اللي بيحصل إن لو اتبقى أي بواقي أكل في بقك من وقت السحور البكتيريا هتشوف شغلها وأكتر، لأن في الأيام العادية اللعاب بيساعدنا على تقليل البكتيريا دي وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة. لكن مع قلة المية في الصيام بيقل اللعاب وبقنا بينشف، وده اللي بيزود البكتيريا ورائحة الفم الكريهة. عشان كده لو عايز تقلل ريحة الفم الكريهة وانت صايم اشرب مية كتير في أوقات الفطار وعلى السحور، واغسل سنانك ولسانك كويس جدا بعد السحور وقبل ما تنام علشان ما تخليش في أي بواقي للأكل بين أسنانك أو في بقك، وبالتالي يبقى في ريحة وحشة مع الصيام. وخلي رمضانك جميل.